يا مساء الفل. مساء الفل يا دكتور، ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس الحمد لله يا رب دايما بخير. طبعا انت ضيف عزيز جميل بالنسبه لنا في الله يبارك لك يا رب البودكاست اللي احنا عاملينه دنتال جي بي اس. يا سلام. فخليني اسالك كده، ايه اللي خطر في بالك لما سمعت كلمه دنتال جي بي اس؟ ده اول سؤال. يعني اختيار الاسم اكيد ليه مغزى، واكيد انتوا فكرتوا في حاجه ديورنج اختيار الاسم، بس يعني فعلا اول ما جه الاسم في بالي يعني فممكن الجي بي اس احنا بنستخدمه في ايه؟ بنستخدمه كجايد يعني لينا في الطرق، في الاماكن مثلا الاكل، مثلا اماكن المحلات، اماكن المولز. فاعتقد ده ممكن يكون يعني بالفكره يعني تبقى جايد معظمنا او كلنا، يعني جايد لينا كلنا يعني اعتقد يعني. ولا سوترو هو ده بالظبط اللي احنا فكرنا. والله يكرمك، ده جس يعني اجابه صحيحه. هو بالظبط هي الفكره الاساسيه من دنتال جي بي اس، ان احنا حبينا نجيب ناس رول موديلز موجودين في طب الاسنان، عملوا حاجه مختلفه مجرد ان انا دخلت طب اسنان وطلعت بقيت كلينيشن. في حاجه مختلفه هم عملوها، فطبعا انت كنت واحد من الناس دي. العفو يا دكتور، العفو. قلنا بقى تحكي لنا كده قصه حياتك. خلينا نبدا فاول حاجه عرفنا بنفسك، مين دكتور مصطفى نور؟ والله انا مصطفى نور، يعني مدرس تركيبات في عين شمس، ويعني اتخرجت 2009 من طب اسنان عين شمس. بعدين مشيت شويه في الكارير، اتعينت بقى شويه يعني في الجامعه. قضينا فتره امتياز 2009 2010. بعدين ابتدى جيلنا بقى التعيين، وفضلنا بقى مكملين في الكارير شويه. ويعني انا كلينيشن برضو في ماي اون براكتس يعني كلينيك، وفي نفس الوقت برضو يعني بحاضر كده، او يعني انستراكتور في الجزء الخاص بالتركيبات يعني. ويعني قدرنا بنحاول وماشيين واحده واحده يعني ان شاء الله. كلام جميل. طيب خليني اسالك سؤالين. اول حاجه، ليه طب اسنان؟ وليه التركيبات؟ ده سؤالين مركبين، ده كومبلكس، سؤال مركب. يعني ليه طب اسنان في الاول؟ يعني ابتديت طبعا 2009 عشان اتخرج، يبقى قبليها مثلا نقول 2003. الفتره بتاعت 2001 او 2002 2003 طبعا في الثانويه العامه. ايوه بالظبط، الثانويه العامه اللي عقدتنا كلنا طبعا. كلنا عندنا عقده في الموضوع ده، اللي بقى مثلا بيخش علم علوم واللي بيخش علم رياضه. فيعني الاخر داخل علم علوم، فانت يعني اورينتد بحاجه من 3، صيدله او بشري، طب بشري يعني، او اسنان، او طبعا علاج طبيعي او كده يعني. فكنت اوت خالص موضوع الهندسه او العلم الرياضه. بالظبط. وان كان طبعا الناس بتاعته جينيوس جدا 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 يعني، بعتبرهم من الناس الجينيوس قوي. فانا بوندت في الحته دي. طبعا مشينا شويه بقى مش هبتدي طبعا من اول الثانويه العامه، ده متاخر قوي، لكن مشينا شويه وديورنج بقى الكارير نفسه. يعني كنا مايلين اكتر ناحيه الحته الطب يعني. الصيدله كويسه طبعا كل حاجه، بس طبعا فيها كيمستري اكتر، فبنحب الكيمستري اكيد. لكن مايل اكتر ناحيه البيولوجي. ايوه الله ينور عليك. لما خدنا بيولوجي اللي هو الاحياء نفسها، فحبينا الحته دي شويه. يعني في الاول اصلا بالمفارقه برضو يمكن ناس كتير عارفه الموضوع ده، وناس كتير برضو مش عارفه يعني. طبعا انت عارفه يا دكتور، لما بتجيبي مجموع شويه عالي شويه في كلنا يعني معظم الناس يعني هدخل اعلى حاجه مجموعي. ايوه بالظبط. فكره اولادنا او يعني سوري ابائنا. ايوه بالظبط، الله ينور عليكي. فكره ابهاتنا وامهاتنا يعني كانوا دايما ايه، المجموع العالي فانت علمي علوم، فاكيد طب بشري، دكتور القلب اللي موجود في العيله. طب بشري لا. ايوه طبعا كالعاده طبعا. طبعا وفي ناس كتير عملت الموضوع ده، يعني مثلا بقى دكتور قلب مثلا، دكتور جراحه، عارفه تحس ان انت المجموع بتاعت مدينه ظهر. ايوه بالظبط. ازاي 7 او 98 ده ما يخشش حاجه زي كده؟ فطبعا ده فكر يحترم طبعا اكيد، بس ممكن يكون الرغبه بتاعتنا مش اهم حاجه انت الاورينتيشن بتاعك ناحيه. بالظبط الله ينور عليك. فانا كان ابوشد ناحيه الميديسن او طب بشري يعني. وفعلا زي ما حضرتك قلت كده، دخلت طب بشري وفشلت فشل ذريع يعني، بعترف وكده. وكان معانا كمان اصدقائنا من الثانويه اللي فينا من كمل والدنيا بقت كويسه، واللي فينا طبعا يعني ايه خد اول سمستر كده السلام عليكم. ايوه الكاردو مش كوري، اناتومي وهيستولوجي لا مفيش الكلام ده، ومشرحه وخش لا. وبعدين تاخد من الثانويه العامه المره واحده اناتومي، فصدمه الحياه دي. ففي اللي بينحرف بيفشل خالص، وفي اللي بيقعد في بيتهم. فانا قررت ان انا اقعد في بيتي، وما كملتش بقى خالص السنه دي تماما يعني. سمستر 2 ما رحتش يعني، شهر 2 او الترم الثاني يعني. ما جربتش اصلا تدخل الامتحانات؟ لا والله ما دخلت، اقسم بالله. دخلت بس الانجليش عشان بس الحرفان يعني، ودخلت الامتحان الانجليزي فقط او الانجليش يعني. وبعد كده لكن كل الامتحانات الثانيه غين والنتيجه في الاخر راسب، فالحمد لله يعني. ونعم النتيجه يعني. دي اول سنه خالص. وبعد كده بقى يعني حاولت ان انا
شفت كارير من شهر 1 أو شهر 2. ابتديت بقى الف في التنسيق ان انا احول من هنا لهنا، ازاي احول من صيدله. كنت عايز احول في الترم الثاني للاسنان بس ما ينفعش، خلاص ده معدي عليك ترم فلازم تكمل السنه كلها، فانا خدتها من قصرها رحت نايم في البيت. ده حقيقي. طبعا قابلت ريزيستنس عنيفه طبعا من الاهل اكيد، طبعا بابايا ومامتي، بابايا الله يرحمه طبعا مامتي، قابلت ريزيستنس قويه جدا جدا جدا، فشلت على طول يعني. فانت يقار يعني خلاص يعني ازاي كنت كذا فريزيستنس عنيفه بقى لدرجه يعني مش هنقول ضرب، مفيش كده الحمد لله يعني، لكن مقاطعه بمعنى حقيقي بقى. دي يمكن دي اول مره لو مثلا هناكل كلنا سفره مثلا، لا يبقى انت ممكن تاكل في حته ثانيه والله بحقيقي. كان باستر فيهم قوي يعني فاهم فايه مثلا. بس اكيد هم لما بيبصوا للموضوع دلوقتي بيقولوا مختلف الحمد لله. مختلف الحمد لله زي ما نقول دايما الحمد لله جم الجرادويشن، دي اهم حاجه بقى. دي اهم حاجه، لكن الحمد لله الدنيا مشيت يعني الحمد لله، ودخلنا بقى بعد كده اسنان ومشيت الحمد لله يعني. كلام جميل طبعا. ده كان الجزء الاولاني من السؤال، لسه فاكره حاولت التاني بقى من السؤال. اشمعنى حاولت اهرب جزئيه التركيبات؟ والله ده جت باي ديفولت برضه يعني. سبحان الله انت برضه تبقى ماشي في طريق يمكن انت مش مركز فيه قوي، او يعني مش مخطط له قوي. انت عارفه طبعا ان كلنا مش بنمشي في الطريق وربنا بيكون حاطه يعني. يعني مش ده الطريق اللي انا كنت مختاره في الاول الصراحه يعني. زي برضه كنتش مختار بشري فدخلت اسنان، برضه مش ده الطريق اللي كنت مختاره في الاول. برضه كنت مختار طريق سيرجري برضه. ايوه لما دخلت امتياز انت عارف حضرتك بنلف 12 شهر في كل الراوندز. ايوه بالظبط. حبيت بقى، ومعظم الناس بتحب كده على فكره، الجو بقى اللي هو الاكستراكشنز والله ريمينينج روتر طلع، امباكشن طلع، فتحس ما فيهوش هنتفق بقى كتير زي الحاجات. فانا بحس ان انا مديني جرأه بقى ولد ويلا جراحه ويلا خش وبتاع. وكمان الرول موديلز معايا كان طبعا ربنا يديله الصحه دكتور مصطفى طه يعني، كان رول موديل عظيم يعني. كنت باخد معاه كورسز، هو طبعا دلوقتي اكيد بطل لكن بتكلم اندر جراد يعني. فكان رول موديل بالنسبه لي قوي، فده كان مديني يعني روح ان انا ابقى زيه. فكنت حابب جراحه. لكن طبعا في النص طبعا ماي رول موديل برضو دكتور ماجد يعني اكتر من اخ واكتر من صديق. برضو بديت اتكلم معاه في القصه، ودكتور ماجد طبعا تركيبات، فهو طبعا خد بايدي كده واحده وصراحه، وابتدينا الموضوع باي ديفولت في الطريق اللي ربنا رسمه، ومع جايدنس يعني من الرول موديلز بتاعتي زي دكتور ماجد يعني. فالحمد لله كملت تركيبات. كلام جميل. طبعا بما اننا بنتكلم عن تعيينك في الجامعه وكده، فانت اكيد كنت دحيح في الجامعه. للاسف في الاول فاشل، بعد كده اتحولت شويه. انت جبت طب اكيد ما كنتش فاشل. معظم يعني الحمد لله كنت دحيح. كلام جميل. طب خلينا نتكلم شويه عن الكارير بتاع الجامعه. كارير الجامعه يعني من الكاريرز اللي صعبه يعني. نسبه قليله قوي من الدكاتره اللي بيجي لهم الفرصه ان هو يشتغل في الكليه ويبقى عنده القدره انه اساسا يدرس والكلام ده. فكلمني كده عن العيوب والمميزات بتاعه الكارير ده. كارير الكليه يعني زي ما حضرتك قلتي برضو ان كارير الجامعه يعني بدي ادفانتج، وبرضو في بعض العيوب. ايوه المساوئ شويه. الادفانتج بتاعته ان هو بيسهل كتير، دايما انت ايدك في الموضوع يعني، دايما ابديتد، دايما بتشوف ناس كتيره شغاله وبتتعلم منهم، من الناس اللي شغاله سواء الكبار بتتعلم منهم طبعا، والناس اللي شغاله يعني بتشرف عليهم بيعملوا بعض الاخطاء، فانت تتعلم برضو من الاخطاء. انت تاخد الصح من الكبار، وكمان الاخطاء اللي بتتعمل من الاندر تحتيك شويه، فبرضو بتتعلم كويس. الصراحه هو كارير حلو في حته التعليم، ودايما بيخليك دايما ابديتد في سيمينارز، وفي زي جورنال كلابس، وفي دايما لكتشرز، فانت دايما في الموضوع. النولج دايما موجود. ايوه الله ينور عليكي. وصعب حد يبقى في الجامعه يعني، هو مجبر ان هو يكمل ماسترز، مجبر ان هو يكمل PhD. هو لو هو قرر ان هو ما يبقاش ابديتد كده بيقع خالص تمام. بيحول اداري بقى يعني مش هينفع. اوكي فساعتها دي حاجه بتبقى ادفانتج ان انت تكون موجود في كليه او في متعين يعني. زي ما قلت برضو برسنتج قليله، لكن المساوئ بتاعتها بقى يعني ممكن ريستريكشنز شويه زي اي مكان حكومي يعني عامه يعني. في ريستريكشنز، في روتين موجود، بعض الصعوبات، في ستريس طبعا الله ينور عليكي. بالذات الفتره الاولى الصراحه، الفتره الاولى تبقى ستريس في الزياده، ضغط عندك كتير، عايز توفق ما بين الشغل في نفس الوقت عايز توفق ما بين الدراسه. الله ينور عليك. تعمل الاثنين في نفس الوقت. AM في الجامعه، وبي ام بتروح مثلا تشتغل في عياده، تشتغل في مستشفى طبعا في الاول مستشفى، بتلف بتشتغل اوبزرفر، محكوم باسيستنت مع حد او اوبزرفر مع حد، فانت الصبح في كليه وبالليل بتروح في الاماكن دي، طبعا ستريس عنيف شويه. فدي اللي ممكن تبقى الدروباكس شويه، لكن في الاخر كله بيمشي وبيعدي يعني. ده شيء جميل. خليني برضو اقول لك، بما انك انت يعني بتشتغل في التيتشنج، او التيتشنج ده جزء كبير قوي من حياتك سواء جوه الجامعه او بره الجامعه في الكورسز وفي الكلام ده،
فانت شايف الاكسبيرينس بتاعت تعليم الطلبه ازاي؟ ان انت بتاخد حد ما عندوش المعلومه وتبدا تديله المعلومه وتديله الثقه في نفسه ان هو يقف ويتعلم ويشتغل الحاجه دي وتسوبرفايز عليه. والرحله دي بتبص لها ازاي، او ازاي بتقدر تبقى تثق في الطالب ده اللي هو اول مره يعمل البروسيجر دي للمريض؟ بتبص للموضوع ازاي؟ هي موضوع التيتشنج صراحة يعني دي وظيفة أو مهنة زي أي مهنة موجودة. صراحة دي بشوفها أكتر يعني بتبقى موهبة، زي مثلا بيعرف يرسم، زي مثلا بيعمل ديزاين، دي بتبقى موهبة ربنا بيديها لك، أوكي، يا إما توظفها صح يا إما تسيء توظيفها، يعني ده حقيقي والله. ففكرة إن أنت يعني بتوصل معلومة أو بتتيتش حاجة، دي مش دي حاجة أوكي كويسة، بس لازم توظفها مظبوط، بمعنى لازم يكون عندك صبر كويس قوي، لازم تستوعب كل اللي قصادك. يعني في اللي قصادك ممكن يفهم بسرعة، في اللي قصادك ممكن يستوعب واحدة واحدة، في اللي قصادك إن هو اوكي هيستوعب بس هيبتدي نيجوشيت، فمش كل الناس نفس الليفل، لازم تتحلى بالصبر، دي حاجه مهمه جدا جدا. وطبعا مهنه زي اي مهنه بتبقى صعبه، لكن محتاجه سنه زي ما قلت لك يا دكتور، سنه فن شويه، سنه صبر في الموضوع، وتاخد زي ما حضرتك قلت كده، تاخد الايه يعني الليرنر بتاعك او يعني اللي المستمع بتاعك، بتاخده 1 باي 1 او هاند باي هاند بالراحه وتسمعه، دي حاجه مهمه برضه. يعني اوكي مش هو 1 مان شو، دايما نقول موضوع تيتشنج ده اوكي انت بتلقي المعلومه اللي اتعلمتها واللي فيها موهبه في القائها، لكن بدك تسمع اللي قصادك عشان تشوف هو بيفكر ازاي، وابتدي بقى تنيجوشيت. والعلم فيه ابس اند داونز، فيه صح وغلط، فلازم مش كل حاجه وجهه نظرك اللي صح او وجهه نظر الساينس اللي صح، ممكن اللي قصادك يكون عنده بوينت اوف فيو برضه. فهي موهبه صراحه محتاجه صبر، وفي نفس الوقت لازم تحسن استخدامها عشان ربنا يديك اكتر. يعني كلام جميل جدا. خليني برضو اسالك، انت كلينيشن بجانب انك محاضر في الجامعه يعني بتعمل تيتشنج او بتشرح كده، انت كلينيشن. احكي لي بقى عن الجزء بتاع كارير اسنان بقى، البوينت اوف فيو بتاع دكتور السنان اللي واقف في العياده. انا عارفه ان ده جزء كبير برضو من حياتك، انت بتنزل تشتغل في العياده، بتقابل المرضى، عندك تقريبا معمل برضو في العياده. يس فاحكي لي بقى عن الجزء ده. تجمع الكلينيشن بالتيتشنج نفسه. حياه الكلينيشن طبعا ازاي بتوفق ما بين الاثنين؟ احنا قلبنا جد ليه كده يعني الكلينيشن برضو دكتور السنان او مهنه طب الاسنان زي ما حضرتك عارفه طبعا هو ستريسد كونديشن. يعني دكتور البشري طبعا يعني برضو ليه مهنه محترمه، لكن اقصد ان هي فيها فيزيكال انتراكشنز، دايما فيها كونكشنز، دايما فيها شغل، مش بتكشف وبتكتب وسلام عليكم. برضو طبعا مهنه ثانيه على عيننا وراسنا اكيد، كان اقصد هنا في دايما اكشن، في دايما على الاقل سكيلينج بوليسي، على الاقل فيها اكشنز، فانت محتاج تبقى مركز. يعني ده حقيقي، بكلم حتى نفسي، محتاج ابقى مركز في الشغل اللي بعمله، لان ستيل برضو اتس عضو من اعضاء البني ادم. يعني السنان يعني مهمه، يعني زي اي عضو من اعضاء الجسم. يعني فالكلينيشن محتاج، او يعني ككلينيشن او عامه اي كلينيشن محتاج يبقى برضه ستيل مركز في الشغل بتاعه. لازم يكون انا من الناس مثلا حقيقي ان لما اكون في الكلينيك بفصل نفسي عن اي حاجه خارجيه تماما، يعني اكتشر الموبايل على جنب تماما. وانت كمان المجال الشغل بتاعك انت بتشتغل في حاجه ايثاتيك بالظبط، فاللي هو انا بانترفير في شكل المريض وفي تقبله لنفسه وفي رؤيه الناس ليه، فلازم ابقى واخد بالي قوي وانا شغال ازاي. حنتفه مهم حنتفه بقى فدي برضه بتبقى حاجه ستريسفول جدا. ايوه محتاجه تركيز للاسف. صح جدا. طيب الليبل، انت عندك ليب في العياده، هل ده شايف ان هو يعني بيسهل عليك في شغلك في العياده، ولا شايف او ليه جت فكره ان انت تعمل لاب في العياده؟ ليه مش بتتعامل مع لاب بره او كده؟ اوكي، هو طبعا يعني انا عندي لاب معايا شركه فيه طبعا، مش لوحدي. هو اللاب يعني مش ان اوفيس في الكلينيك، لكن هو يعني لاب جنبينا. ميزه ان انت يكون عندك يعني كلينيك ولاب في نفس الوقت، وفي ناس في دلوقتي دانتست كتيره بينفست في الموضوع ده، وانا الصراحه ببوش دايما ان هم يعملوا كده صراحه. يعني انفستمنت اوكي تقيل شويه لكن مهم. ليه؟ لان انت بتقدر تكوميونيكيت، انت كده مسكت الكيس من الاول خالص، بدايه الدايجنوزس والبلاننج والبروسيجر نفسها، كمان بتشرف على او بتشوف الديزايننج والبرودكشن بتاعها والمانيفاكتشرنج بتاعها، فانت هنا بتلم بالبروسيس كلها. اوكي، الورك فلو كله بقى. يس بالظبط، من بدايه الدايجنوز لحد الفاينل برودكشن بتاعه. فدي حاجه من الحاجات المهمه الصراحه، يعني بشجع اي حد لو عنده الفرصه دي، اوكي ايفن لو هو مش هيبقى اونر لكده، على الاقل يشوف شغله اللي في اللاب بيتعمل ازاي. حقيقي بتفرق كتير. وفي طبعا رول موديلز كتيره هم تكنيشنز وبقوا كلينيشنز، دول بشوفهم اعظم
من اي كلينيشن الصراحه، اللي بيبقى تكنيشن وبيقلب يشوف اكتر من بوينت اوف فيو. يس بيشوفها كلها من اول لاخر. دي بتبقى حاجه مهمه، وبشجع دايما يبقى نقدر نعمل كده يعني. طيب قول لي انت اكيد يومك مزدحم جدا بكم الحاجات اللي احنا بنقولها دي، فازاي بتنظم وقتك بقى ما بين الجامعه والعياده والكورسات والمعمل الحاجات دي كلها؟ السؤال ده يعني تو ذا بوينت بصراحه. مكتوب السؤال ده؟ مكتوب السؤال ده. يعني تنظيم الوقت برضو مهم، يعني برضو مش هتدعي طبعا اكيد المثاليه، اكيد بنخطأ واكيد في مسكونسبشنز بتحصل، لكن تنظيم الوقت ده من الحاجات المهمه، لان انت بتبقى هيفي لودد زي اي كلينيشنز وزي اي دانتست يعني، خصوصا بعد ضغوطات الحياه طبعا. فانت عندك فاميلي، انت عندك يور اون ورك كجماعه، عندك برضو الكلينيكال، وعندك الجزء اللاب، وكمان الحاجات اللي عايز تعملها ريدنج مثلا، ازاي الوقت لازم تبقى اللي هو الكواليتي تايم بتاعك او البيرسونال تايم بتاعك اللي هو مش موجود اصلا. اصلا. طيب قلتلي سؤال كده كنت هسأله. قولي يلا بينا. الموضوع ده كله فعلا بيبقى لودد. انت بتنظم الوقت بقى ازاي؟ محتاج تنظيم وقت، يعني تنظيم الوقت ده فعلا من الحاجات اللي مهمه جدا. اولا والله يعني محتاج احط فريم، لكن فعلا ربنا بيسهل حاجات ده ما انت لكن محتاج احط فريم. يعني مثلا الصبح انا في جامعه من كذا لكذا، بعديها المفروض ابريك يعني مثلا في النص كده بروح رايح الجيم مثلا في النص، بحيث ان انا بعديها ابتدي اروح بقى السكند ورك، سواء بقى هروح الكلينيك واكمل باخر اليوم. برضو في بعض الايام ببقى في كلينيكال، بعض الايام بكون متواجد في الكورسز برضو، دي برضو مهمه جدا جدا، لازم يبقى ليها التايم بتاعها. فبرضو محتاج برضو فاميلي تايم. يعني كتير مننا صراحه ممكن يكون ناجح في حاجات، لكن بيأثر جامد في الفاميلي تايم، ودي صراحه الحاجات اللي فعلا لو الواحد بيأثر فيها بتأثر على الشغل اول اراوند. محتاج ان انا انظمها كويس يعني. طيب خليني برضو اسالك عن نقطه الريسنت ادفانسز اللي موجوده في طب السنين. انت برضو من الناس البايونيرز اللي بداوا يتكلموا عن البايونيماتكس وعن البارشلي ادهيسيف ريستوريشنز والترندز الجديده اللي طالعه في طب الاسنان. فانت شايف مستقبل طب السنان ازاي في ظل التطورات اللي بتحصل دي؟ يعني احنا زمان قوي كنا بنقول ان احنا هنعمل بريدجيت، هنعمل بي فام، الكلام ده. دلوقتي احنا كل مدى بنشفت اكتر ناحيه الدايركت ريستوريشن، بنشفت اكتر ناحيه الكونزرفاتيزم. الله ينور. كويس. دي فكره يعني فعلا زي ما حضرتك قلت يا دكتور حاب، ان طب الاسنان اختلف تماما، او شيفتنج حصل في شيفتنج عنيف من من التسعينات. يعني حتى لو كنت فاكر ان هو موضوع وكده 2010 2011 لا اكشلي لقيته من التسعينات. لما بديت اسيرش اكتر لقيت الموضوع من الباك تو 90s و 80s يعني. طبعا دلوقتي الموضوع اختلف نتيجه بس ما قلتي الادفانسز موجوده في الكات كام والبوندنج، في شغلات كتيره جدا في الادهيسيفز. في عندي سيراميك ماتيريال كتيره، عندنا كات كام تكنولوجي تقدر تخلينا نعمل بريزرفيشن. بلاش بقى فكره الايه الفول ان كلاسبينج والفول ريموفال من تو ستراكشر والانجيجمنت ليه كده. دخلنا طب شويه بس يعني خلينا نقول في شويه. لكن محتاجين ان احنا يعني نبص للتيث، ودي حاجه مهمه. وانا الصراحه ما كنتش كده حقيقي، يعني انا ما كنتش كده. كوني يعني نزلت معاك قلتي جاي من مدرسه التركيبات اللي هي العاديه اللي اتربينا عليه، الكراونز والبريدجز. يس بالظبط. كنا بندرسه اللي هي البرنسبلز بتاعت الكافيتي ديزاين والكلاسز والكلام ده كله. لكن لما ابتدينا بقى نقرا اكتر ونسيرش اكتر بيهايند ذا سين اللي ما شفناهوش واحنا في الكليه، فلقينا لا الموضوع بس اختلفت. عندنا تولز محترمه، عندنا كات كام تكنولوجي، عندنا ادهيسيف ريستوريشنز، نقدر ان احنا نبص للسينما بمنظور مختلف خالص. صح. تو كيب ات احسن من تو ريموف، تو ابوند ليها احسن من ان انا اعمل لها ريتنشن. فده خلانا كتير حتى في اور كلينكس مش بندرس كده بس حقيقي، مش بس بدرس كده لا كمان في اور كلينك بنبص للسنان بمنظور مختلف. فيعني افتكر مره يعني سريعا كده بيشنت كانت محتاجه ان هي بنتها يعني عندها فراكتشر وعايزه تعمل ريستوريشن، فهي مستنياني البيشنت نفسها مامتها مستنياني احط البوست جوه الكنال. هي خلاص هي بوندد طبعا، بوست مش غلط، لكن برضه لو هنتكلم في اوقات اخرى، لكن هي بوندد خلاص. ان اي سنه هي الست نفسها اللي هي اصلا مش دكتوره سنان، اي نعمل له دعامه بالظبط. الله ينور عليك. ونعمل له الكراون بتاع حاجه. والله يعني احنا الموضوع اختلف شويه وبتاع. لا استنى بقى انا هكلم اختي الدكتوره في السعوديه عشان تقول لي اللي انت بتعمله حقيقي. والله يعني ده حصل، وممكن نسال الناس اللي موجوده. فحتى دلوقتي البيشنتس نفسهم بقى اقناعهم بالموضوع مختلف شويه. لكن if you are believing in science, believing in your techniques, believing in technology، تقدر تعمل كده وتقدر تحافظ على السنان وخلاص البيشنت بتاعك هي believe in you يعني.
ده كلام جميل جدا. طيب خليني برضه اسالك، انت يعني بتدي كورسز في اماكن كتير، واحنا نفسنا جربنا ان حضرتك تدي عندنا كورسز، وانت من الناس اللي دايما عندهم اوتستاندنج فيدباك. فلما بتيجي تفكر في الموضوع كده، انت شايف ايه الكواليتي اللي فيك ممكن تكون هي السبب في ده؟ ستر. والله العظيم اقسم بالله. لا اكيد يعني الستر اكيد ده كده. بس قولي فعلا ايه الحاجه اللي انت بتعملها وقت التيتشنج انت شايف ان هي ممكن تكون هي دي اللي بتخلي الناس تحب طريقتك في التدريس او طريقتك في الشرح؟ يعني طبعا كل حد فينا، يعني مش انا بس، يعني كل حد فينا ليه حته معينه، يعني كل حد فينا يعني ربنا وهبه بحاجه عشان يقدر يستخدمها مظبوط. يعني انا بس بحب في الحته دي بس جاست الصبر. يعني زي ما قلت لك دايما، ايه يا دكتور نسمع. يعني احنا اوكي موضوع التيتشنج ده بالذات مش وان مان شو، يعني بقول لا، تيجي بوست معين يو هاف تو يعني تسمع اللي قصادك، هل هو تمام مع الكلام ولا محتاج ان هو نيجوشيت. بالظبط. فالسماع مهم، وتكنترول الموضوع ده مهم. بلس في نفس الوقت برضو لازم يعني حقيقي اللي ربنا مديهولك ده حقيقي والله دايما بقول كده، ده تكليف مش تشريف. يعني انت واخد حاجه معينه، اوكي وريني بقى تستخدمها ازاي. ده من الاخر يعني. فده الحاجتين الاساسيين، لازم ابقى صبور كويس، استمع كويس للي قصادي، دي حاجه مهمه. بلس ان يعني اللي معايا دوت دي حاجه هحاسب عليها، حاجه هتسال عليها. انت معاك حاجه معينه عملت بيها ايه، وصلتها للناس ازاي. فدول حاجتين اللي بيخلوني اعتقد ان حتى الكلام ده لما هيجي على مستوى البرسويجن للمريض نفسه، فانت برضه بتحتاجه عشان تقنع المريض بتاعك بالعلاج. انت لازم تسمعه كويس وتفهم هو بيقول ايه، يعني توصل للبين بوينت بتاعته علشان تقدر تقدم له اللي هو عايزه. فدي كمان يعني حتى لو انا مش في مجال التيتشنج المفروض الناس تاخد بالها من النقطه دي. الله ينور عليك. بالظبط. طيب خليني اسالك بقى عن تيرنينج بوينت في حياتك. احكي لي كده عن حاجه، موقف معين حصل او حاجه معينه حصلت غيرت في شخصيتك او غيرت في المايند سيت بتاعك. يعني هقول لك طبعا التفكير بيختلف كل فتره وفتره، بيختلف الواحد عشان يوصل للنضج في الموضوع ده. انت عارف طبعا دلوقتي انا انا دلوقتي 38 اصلا 38 تمام. ففي فتره المراهقه دي فتره صعبه شويه، كلنا بعدنا بيها يعني. بديت اعقل شويه كتفكير صراحه، يعني بكل صراحه وبدون يعني لما سمعت شعراوي الصراحه حقيقي تمام، مش دينيا قد ما المنظور. انت موجود هنا ليه، يعني موجود في الحياه دي ليه تمام. كان بيحكي مواقف عاديه مالهاش علاقه بالدين عامه، لكن بيحكي مواقف عاديه. ف يعني هقول موقف كده من المواقف اللي كان بيحكيها، انا على طول اصلا اسمع له، يعني مش عشان برضه نفس الفكره، طبعا هو بيعلمنا كتير، لكن كان مره بيحكي يعني ان هو كان رايح يزور حد زمان الله يرحمه طبعا، وكان معاه شويه شيوخ يعني هيزوروا حد وعايزين يركبوا تاكسي. الكلام ده بنتكلم في الثلاثينات. اوكي. فالدنيا مطرت جامد، والشارع اللي كانوا داخلينه بالتاكسي كان ايه، طينه ومليان طينه ومفيش بقى صرف والكلام ده تمام، مليان طينه وبتاع. والراجل سواق التاكسي تأزم الموضوع تمام. فقال لهم انزلوا بقى وتمشوا، يعني انزلوا وتمشوا، انا مش هكمل، الشارع ده ضيق وبتاع مش هينفع، هم ناس كبيره بقى. فقالوا له طب هكمل بينا مش هنعرف نمشي وبتاع. قال لهم لا مش هينفع وبتاع. قال له طب انت اجرتك قد ايه؟ قالوا له ريال زمان بقى، ريال ده كان حاجه يعني فاهم. قال له طب هنديك جنيه تمام، هنديك جنيه. هو الجنيه اكتر من ريال صح؟ ايوه صح كده، الجنيه اكتر. 100 قرش ريال 20. ايوه. فقالوا له هنديك جنيه، فادوا له دي الجنيه. فالراجل بسط، لما قالوا له دي الجنيه الراجل بسط، واضح ان الفلوس فالراجل بسط، فراح مكمل بيهم تمام. فالراجل فشعراوي بيحكي فلما نزلوا وصلهم يعني، فلما نزلوا فقال له هقول لك على حاجه صغيره، يعني اوكي احنا انت وصلتنا عشان زودنا التعريفه بتاعت الكلام، بس يعني حاول تستخدم اللي ربنا مديهولك، والله هو اللي قال مش انا، يعني حاول تستخدم اللي هو التاكسي ربنا مديهولك في خدمه الناس. فانت اوكي خدت فلوس، انت مش هتشتغل، اشتغلت فلوس اوكي، بس حاول تستخدم اللي ربنا مديهولك ده في خدمه الناس. فانا برضو ببتدي دوبليكيت كده، ربنا مديني حاجات عشان اشتغل وعشان نصرف وناكل عيش وهو طيب حاول تستخدم اللي ربنا مديهولك ده ان انت يعني تخدم الناس. ايوه تخدم الناس. فمن ساعتها بقى الموقف ده انا حاولت بقى يعني حقيقي ان انا استخدم كل حاجه ازاي ان انا اسهل شويه على ما اقدر قد ما اقدر الناس. بس كلام جميل طبعا ومؤثر للغايه. وخلينا برضو نعرف بيفسر جزء كبير من الكلام اللي انت قلته في البدايه عن انت شايف رسالتك في الحياه ازاي وغايتك في الحياه ازاي. فده كلام جميل. ربنا نموت على كده بس. خليني برضه اسالك يا دكتور، انت شغال زي ما قلنا في مجال الريستوراتيف ده، وده مجال بيأثر قوي على حياه الناس.
بيغير حياه المريض، بيمبكت اللايف ستايل بتاعه كده. فاحكي لي كده لو انت فاكر حاله معينه اثرت فيك، سواء عملت لها نتيجه وفرقت جدا في حياه المريض او اثرت فيه، رد فعله كان ازاي، ايه الصعوبات اللي مريت بيها في الحاله. يعني عايزه اسمع قصه كده مليئه بالمشاعر. يعني مشاعر تاني. مشاعر تاني. حاله تكون عملناها يعني واثرت في حياه مريض، بالسلب ولا بالايجاب؟ بس بالايجاب طبعا. عادي، انا عايزه اسمع الاثنين بصراحه. ان شاء الله نحاول ان احنا ما نضرش، يعني نحاول ان احنا ما نضرش. اكيد لو حاجه هتضر اكيد حاول، يعني طبعا كلنا يعني بنخطئ، يعني اكيد مش هنمد ايدينا في حاجه ممكن تضر يعني. حاجه اثرت في حياه مريض. طب انا ايه الاسئله اللي محتاج افكر فيها دي؟ دي خد وقتك ما خدتهاش في الكلاس دي. كنت بعتها لك والله. لا بهزر بس هنقول حاجه يعني حد مثلا عمل له ميك اوفر مثلا او حاجه مثلا كان جاي عنده توما قوي من شكل اسنان وبيتعرض تنمر، حاجه معينه. مش لازم نكون شاركنا فيها، يعني ممكن نكون حطينا بلان وبتاع. ايوه اوكي. ماشي يلا. بص يا دكتور، يعني زي ما حضرتك قلتي احنا موضوع الريستوراتيف او موضوع الاثاتكس عامه ده هو زي ما حضرتك عارفه ان هو مالتي ديسيبلينري، او زي ما نقول في تدخلات كتير. فالبيشنت لما بيخبط فينا مثلا في الاول دايما بيحب يسمع الدايجنوزس البلانز. فافتكر في حاله برضو من الحالات كان يونج ميل يعني، اوكي، كان عنده كروس بايت عنيفه جدا في الكيناينز، يعني تو كيناينز عاملين كروس بايت عنيفه جدا، وهو كان عنده مشكله في الموضوع ده اثاتيكالي. فجيل يعمل بلاننج عشان يعمل الشكل العام، كان عايز يحسنه يعني. فطبعا عشان نظبط الحاجه زي كده بالتركيبات زي ما حضرتك عارفه طبعا الموضوع هيبقى فيري اجريسيف يعني. صح. فخدنا الداتا بتاعتنا عادي، بنسمع من البيشنت زي ما حضرتك عارفه وبناخد الداتا بتاعتنا، فابتدينا نعرض الداتا ونقول له يعني خلينا طب نوريك السنان دي لما هتتحضر اوكي عشان نعدل البايت تبقى عامله ازاي، ولو انت ابروفنج الموضوع تعالى نشوف الفاينل ريزلت تبقى عامله ازاي. فخدنا من الراجل ده الداتا وفولد باي، بعدين عملنا البلان او الديزايننج. فالراجل لما شاف السنان متحضره على الموديل فاتخض طبعا، يعني ده النايب بتاعي ده السليم ده هيبقى شكله عامل كده عشان يتعدل كده، ما هو ده الاوبشن اللي انت جاي تعمله. فقال لا انا مش هعمل في سناني كده، يونج هيدمر السنان بتاعته. واكشلي بقى كان كله هيروح فلوت كانال واوفر ريدكشنز وحاجه كده. فعملنا له شيفتنج للاورثودونتست، اوكي، صديقي طبعا عملنا له شيفتنج اورثودونتست. بعد سنتين الراجل اتحول اوكي ووصل ريزلت هايله، وصل ريزلت عنيفه جدا، مبسوط جدا وفيري ساتيسفايد، وشكرنا بس واحنا ما شاركناش في حاجه، جاست ما عملناش اي حاجه. طبعا الاورثودونتست طبعا هو اللي عمل كل حاجه بالظبط، جاست توجيه. فممكن البيشنت تغير حياته اوكي، بس زي ما قلنا دايما ان احنا نستمع ليه ونشوف ايه هو النيدز، وبرده ما ناخدوش على مشامه. يعني في العادي صح. انا اكيد كلنا بنغلط، بس ممكن لو اخده على مشامه طب يلا اوكي يلا الديبنج حضر ابرد وبتاع، اتس يور براذر يعني فاهم، اتس يور. لو اخوك مش فيه كده نفس الفكره. فبحاول برضو عشان اديها المثاليه، اكيد بنغلط لكن يعني دي حاجه من الحاجات اللي بتقول لنا برضو have to listen to the patients يعني. صح. كلام جميل جدا. سؤال صعب قوي بصراحه. طب خليني برضو اسالك يا دكتور، منك شخص الرياضه بقى. أيوة. هو ده السؤال بالظبط اللي انا كنت بساله دلوقتي. طلعينا بره السنان ابوس ايدي. خليني برضو اسالك، بما انك شخص اثليتيك بقى وكده، ورغم كل اللايف ستايل المضغوطه دي بتلاقي وقت للجيم في كل ده، فقول لي ازاي بتلاقي لها وقت؟ لان انا عن نفسي بصراحه انا شخص فاشل جدا في الالتزام بالرياضه ودايما بيروح للطرق السهله، فما بعرفش الاقي وقت للجيم في حياتي. فانت ازاي قادر تدخل ده في وسط الروتين الزحمه ده؟ والله دوك يعني هقول لك حاجه، هو مش اوبشن، هو مانداتري، مش عشان طبعا الصحه مهمه وشكل، لكن دي حاجه متنفس ليك. صح. سواء بقى الجيم مثلا، سواء بتجري مثلا، سواء بتلعب مثلا بادل، طبعا ناس كتيره مشهوره بيه دلوقتي. فجاه طلعت موضه بادل في البلد جميله، انا فاشل برضه فيها جدا بس جامده جدا برضه. انت بتتجزع مثلا ايديك تقع وبتاع، مفيش لياقه خالص. لكن يعني متنفس يعني. في بعض الناس بتحب السباحه مثلا، تحفه، جميله 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 يعني اوكي. فالجيم انا بشوفه كل واحد بيختار الشخصيه اللي قريبه ليه. فبشوف حاجه زي كده يعني، ممارسه رياضه عامه ده المتنفس ليك. انت بتشتغل
بيشنت، ستريس من اللعب، ستريس من الحياه عامه، فمش هينفع، فانت كده تنفجر حقيقي ولا تنفجر. فيو هاف تو كرييت تايم لده. يعني انا دايما لما بقول نفسي ازاي مثلا ازاي بقى لي 4 ايام قطعت مره، لا ده مش عشان الشكل العام والصحه، لا عشان اتنفس. اشوف ناس ما بتفكرش في السنان، صحتي النفسيه اكتر من جسمي. ايوه اشوف ناس ما بتفكرش في السنان، يعني ناس ما بتتكلمش على اسنان، ناس ما بتتكلمش على لازم اتنفس وبعدين ارجع تاني. فده بارت من اليوم مانداتري يعني. ده كلام جميل. خليني برضو يا دكتور اسالك سؤال، بما اننا بنتكلم على قد ايه شغلانه طب السنان شغلانه ستريسفول جدا. انا دايما من وجهه نظري بشوف انه صعب دكتور السنان يفضل دكتور سنان طول عمره لحد ما يبقى عنده 60 70 سنه. فانت ايفنشولي لازم تبقى شايف لنفسك سكيب بلان كده، وحاطط لنفسك خطه ان انا بعد سن معين يبقى عندي باسيف انكم. ده حاجه بتدخلي فلوس من غير ما اضطر انزل كل يوم البس جلوفز واحط ايدي في بقي. يس. قول لي برضو انت ايه رايك في الكونسبت ده، وهل انت فعلا بتسعى انك تعمل حاجه زي كده او بتفكر في حاجه زي كده؟ مهم جدا جدا جدا. حضرتك طبعا قلتي حاجه مهمه، مهنه الاسنان فيري ستريسفول. يعني واحنا مش هنفضل طول عمرنا بظهرنا برقبتنا نكمل، وحتى المايند سيت نفسه، التركيز في الشغل نفسه مزعج جدا جدا. حضرتك عارفه ان الغلطه بمشكله وغلطه فوره يعني. فمحتاج زي ما تقول اسكيب بلان، ده مهم جدا جدا. افتر قد ايه بقى ربنا يدي الصحه، ممكن 40 45 50 زي ما تيجي، لكن محتاج يبقى في اسايد بلان طبعا، او اسايد بزنس جنب الاسنان. ربنا يرزق طبعا الناس كلها. لكن يعني بالنسبه لي مثلا فكرت المعمل من دلوقتي، عشان لما اقعد اوكي يبقى في مكان بشرف عليه، مكان ببص عليه، مش محتاج ان انا ابقى في فيزيكال انتر اكشن قوي. فانصح طبعا الناس يعني تبتدي ان هي طبعا تركز في الطب عامه، طب الاسنان، بلس ان هي بعد فتره ما تعديش مثلا 35 او 36 يكون عنده انذر بلان جنبيها. ممكن مش شرط حاجه اسنان، يعني اسمها عارفه ممكن بزنس بره المجال الطبي خالص. برافو عليك. ناس كتيره بتفتح مطاعم، ناس كتيره بتفتح كافيهات، ناس كتيره بتشتغل في البيزنس عامه جنرالي، بيشتغلوا حاجات بارادنتال عشان يبقى في سكيب بلان. نجري. طب خليني برضه اسالك يا دكتور، بما بنتكلم عن السكيب، يا نهار ابيض، حابب انك يعني فكرت قبل كده في السفر بره مصر او انك تعيش بره مصر؟ حقيقي طبعا زي اي مثلا يعني حد بيفكر في كده، خصوصا طبعا مع الوجود على الاقل ياخد الاكسبيرينس، حتى لو برضو مش بروفيت وايز. طبعا بروفيت وايز مهم، لكن ياخد الاكسبيرينس برضو اللي موجوده. فكرت طبعا فكرت كتير. ايه كانت العوائق اللي قدامك، او ايه اللي خليك متاخر في الخطوه دي؟ ان انا بوندد لحاجات هنا كتير للاسف، يعني بوندد الحمد لله طبعا حاجات كتيره، بوندد للكلينيك، بوندد للمعمل، بوندد لجامعه، بوندد لفاميلي. فانت هتقطع مره واحده وتروح. غربه ليها طبعا. طبعا كلام استاذنا طبعا اكيد. لكن دي مهمه، التفكير في الموضوع ده مهم، يعني اكسبيرينس، تاخد الاكسبيرينس حتى ايفن لو مش بس محتاجه دراسه. طبعا لو مش هتنجح يبقى على الاقل يبقى في انذر بلان موجوده في البلد يعني. صح، كلام جميل. طيب خليني برضو اخدك لحته بعيده شويه عن الطب، واقول لك بتحب يعني تقرا كتب؟ بتحب القرايه بره الطب؟ يس. يعني دي حاجه مهمه جدا، وجودنا يعني بيحتم علينا ان احنا نقرا. اوكي طبعا حاجات ميديكالي دي مهمه جدا، لكن اسايد الميديكال بحب القرايه جدا 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 جدا. يعني على الاقل بتبقى لوحدك وانت والكتاب، او انت والتكست بوك. هل في كتاب معين انت قريته وفاكره دلوقتي او معلق معاك تنصح الناس ان هي ممكن تقرا؟ غير ما وراء الطبيعه اللي قرينا كلنا قريناها دي. ما وراء الطبيعه كانت قصص جميله والله، بتخوف شويه بس كانت جميله يعني. بحب اقرا الصراحه الدكتور احمد خالد توفيق صراحه، يعني عنده راجل عظيم، فكره عظيم. احمد رجب برضو بحب اقرا له كتير يعني صراحه. دول من اكتر 2 بحب اقرا لهم حاجات طريفه شويه. ودكتور احمد خالد طبعا حاجات يعني اللي فيها ديب انسايد ثوتس. عنده قدره جميله جدا على الاسقاط، ان هو يحكي لك قصه وتقدر تسقطها على جوانب كتير جدا في حياتك وتطبقها على نفسك. فدي من الحاجات الصراحه اللي لما بلاقي وقت محترم كده بره الميديكال بروح على طول الحاجات دي. اللي بروح على طول القرايه. طيب هل بتصنف نفسك كشخص انتروفيرت ولا اكستروفيرت؟ برضه السؤال اللي مستنيه السؤال ده كان مقدر جاي من قبل الحلقه. ايوه مقدرني بصراحه. انتروفيرت ولا اكستروفيرت؟ انا قعدت كتير على معرفتي هذه الكلمتين بس. انت سايب كل كلمات الاسنان دي وجاي عطلان في انتروفيرت. لا نشوف عادي، نتعلم برضه مش مشكله. يعني انطوائي ولا اكستروائي؟ اكستروائي اللي هو منتشر. لا مش يعني انا صراحه بحب امسك بين المنين، يعني في بعض الاحيان بحب ابقى الون حتى الون فروم ماي فاميلي خالص، لو ما حدش كلمني خالص بقى ناو. وفي بعض الاحيان لا، لازم اكون متواجد منتشر، اسمع
اسمع الناس والناس تسمعني ونتعامل معاهم. فمش بحب اميل لبارت معين على طول ابقى انطوائي، ولا على طول ابقى داخل منتشر قوي. دايما بحب اشوف الموقف دوت محتاج اكون وسطي. يس ده حقيقي يعني مش كده وكده. ده كلام جميل جدا. طيب شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ عرفت اسئله الانترفيوهات دي. اشمعنى 5 ليه مش اكتر؟ 10 سنين. انا هسألك على فكرة كمان شوية. أنا هسأل كمان شوية. ماشي خلاص بعديه ساوي. مش رايح جاي رايح جاي. كمان 5 سنين لو ربنا ادانا الحياة يعني والعمر. شايف مصر في مصر برضه لسه في مصر. لسه موجود. هل في حلم معين انت بتسعى له من دلوقتي وحابب انك تلاقي نفسك حققته خلال المدة دي؟ محتاج صراحة يعني ازود نوليدج شوية في يعني كبوست دكتور سيرتيفيكت. يعني محتاج ان انا ازود بالظبط. دي حاجه صراحه محتاج اركز فيها جدا جدا جدا. احاول على قد ما اقدر طبعا بقرا كتير. محتاج بقى براكتس اكتر في الحته دي، عشان دي حته صراحه تو ذا بوينت وبتجيب من الاخر صراحه وبتدي تقل علمي كويس. فدي الحته اللي انا مستنيها صراحه ان شاء الله. وان شاء الله تيجي ان شاء الله. ان شاء الله خلال 5 سنين تبقى عملتها يا رب. طيب خليني برضو اسالك بقى سؤال من اسئله البودكاست. يلا بينا يلا بينا. شايف النجاح ايه من وجهه نظرك؟ ده سؤال بودكاست ولا ده انت الجي ده انت البودكاست ده. النجاح في الحياه ولا في السنين؟ في الحياه خلينا نقول في الحياه. نطلع بره السنين. سيب على الله والله العظيم بامانه. يعني امشي في الطريق. هو والله مش بدعي مثالي، هو طريق وامشي فيه. بص كده بكل يعني لو حاجه بتعديك بتزعل وحاجه مستنيها وجات لك بتفرح. لا عادي يعني اوكي. اللي عديك ما تزعلش حقيقي والله. اللي عديك ما تزعلش ان شاء الله يبقى ربنا يشيل لك الاحسن. واللي معاك ما تفرحش بيه قوي لان ممكن يكون يعني ممكن تكون فتنه. ما بكلم ولا بكلم. فالنجاح ايه؟ امشي في الطريق بس مكبر دماغك. الحق يتطلب حتميه الوصول. الحق الدولار بقى بكذا ما هي مشكله يعني. مش مشكله كفلوس عادي مهما يكن. خلاص امشي في الطريق وخلاص. ما اللي مكتوب لك هتاكله مكتوب لك هتشربه مكتوب لك هتعيشه فيكس. صح. يطلع زي ما يطلع ينزل. الواحد اوقات يعني محتاج يركز على الحاجه اللي هو ليه انفلونس عليها ويطلع نفسه بره الحته. انا كده مش عارف اغيرها. بالظبط وركز في اللي انت بتعمله خلاص. مالكش دعوه بقى اللي جاي ايه يعني. فاهم؟ اوكي خلاص يعني. كلام جميل. طب تنصح ايه بقى الشباب اللي لسه متخرجين؟ لسه متخرجين بقى في وسط كمية الكومبيتيتيفنس اللي بيتعرضوا لها، عدد طلبة خريجين كتير، زحمة في المجال، ستاندردز عمالة بتعلى كل يوم وهو مطلوب منه انه يواكب كل الكلام ده ويجري وراه. تنصحهم بيه في وسط كل ده؟ يشتغل كتير. مش قصدي مش يشتغل تشتغل على نفسك كتير 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 كتير. know your weakness, know your strengths. weakness الأول عشان تقويها دي مهمة جدا، والstrengths عشان تخليها أعلى وأعلى. ده حقيقي والله. ودايما نتعلم. دايما keep for more. طب الأسنان بيطير مش بيجري. زي ما أي حاجة في التكنولوجي بتطير. وطب الأسنان في تكنولوجي كتيرة جدا فهي بتجري. you have to تجري وراه. لو فضلت محلك سر وتشوف ده عمل ايه ودي عملت ايه، طب وده عمل، طب ازاي ده وصل؟ لا ما ممكن اشتغل على نفسي وان شاء الله اوصل. فاهمني؟ وتستعين بالله طبعا. فلازم تشتغل على نفسك كتير كتير كتير. ولا تيأس ما هتقعد في البيت واحنا مش موجودين عشان نقعد في البيت. فاستعين بالله ودوس نعمل ايه؟ دوس على طول. طب خليني برضه يا دكتور، بما ان حضرتك عملت حاجه مختلفه في طب الاسنان وعندك لاب وكده، عايزين نصيحه لدكاتره الاسنان بما اننا ده السكيب بلان بتاعتك. لو هو فكر ان ده ياخد نفس السكه او انه تبقى دي السكيب بلان بتاعته، ايه التحديات اللي ممكن تواجهه وهو بيفتح المعمل؟ ايه الحاجات اللي ياخد باله منها؟ هل الموضوع عبور فيه اصلا وبروفيتبل ولا دي مش احسن بلان يمشي فيها؟ دينا نصيحه كده في الموضوع. سؤال حلو جدا جدا جدا. طبعا في سكيب بلان كتيره موجوده في الاسنان، منها اللاب بصراحه اللي هو سايد بزنس، اللي هو طب الاسنان بيفتح لك بزنس وورك بره الدكتوره، بره الطب نفسه. خطوه المعمل خطوه من الخطوات المهمه جدا جدا. لو حد يفكر فيها يعني صراحه اشجعه جدا جدا جدا. ايفن اف لو في معامل كتيره، ايفن اف لو في برضه في دكاتره كتير وفي بيشنتس كتير، الحمد لله احنا عددنا كتير. ودي حاجه من الحاجات اللي انصحه بيها. محتاج يعني ايه
التحديات اللي ممكن يقابلها، احنا طبعا قابلنا تحديات كتيره يعني صراحه. زي ما قلت لك انا معايا شركه برضه يا دكتور، فمش لوحدي. ما اعتقدش واحد لوحده، لو حد ناوي يفتح حاجه يبقى لهم يعني لوحده غالبا هيبقى حسن، لان انت هتمسك اداره ولا هتمسك تتعامل مع شركات تطلب ماتيريالز، وتتعامل مع دكاتره تكلمهم، ولا مثلا صاحب البيت والكهرباء والتكييف ومش عارف ايه. فانت محتاج يكون في مالتيبل بارتنرز، تقسموا مع بعض الريسك وتقسموا مع بعض الشغل. بالظبط، الله ينور عليكي. وتشيل الريسك كلكم مع بعض، وفي نفس الوقت الهموم تشيلوها كلكم مع بعض. دي حقيقي مهمه. واهم حاجه في البارتنرشيب اللي تختارهم تكونوا متوافقين قريبين شويه من بعض، عشان كل حاجه فيها ابس اند داونز، فعلى قد ما تقدر تختار برضو البارتنرز بتاعتك. طبعا التحديات اللي ممكن تقابلها برضو الانفستمنت كبير شويه في الاول. انت بتجيب ماشينز بقى، هنا مش بتجيب يونت، بتجيب ماشين. ففي فرق بين يونت ايفن لو كانت اعلى يونت وماشين. انا بتكلم اعلى يونت كام وماشين بقى، ومش ماشين واحده، مالتيبل ماشينز عشان تشغل اللاب بتاعتك. فدي برضو حاجه من الحاجات اللي ممكن يبقى محتاج انفستمنت كبير. فده برضو ما اقدرش يعني حد يشيل لوحده، محتاج يكون في بارتنرشيب. واعتقد هتحتاج تكنيشن، يعني لو قدرت تشارك تكنيشن كمان ببرسنتج مثلا، ببروفيت معين، صح، يبقى هو اكتر واحد قادر يحكم على الشغل والكواليتي. بالظبط، محتاج ماهر، حد ماهر يكون معاك. اوكي انت تتعامل مع دكاتره كويس، ممكن تعمل ديزاين كويس، لكن هو بيعمل بيلد اب كويس، هو بيعمل فينيشنج كويس، هو بيعمل جليزنج، يعمل ديتشنج، يعمل فمحتاج تكنيشن على الاقل يكون ليه. يس، برافو عليك. هو ده اللي بينجح الدنيا بالظبط. وبرده يعني لو حد بيفهم في البيزنس، يعني لو انتوا مثلا هتبقوا 3، حد بيفهم في الطب، حد بيفهم في التكنيكالي، حد بيزنس عامل MBA مثلا حضرتك مثلا، ما شاء الله اكبر، ماجستير ودكتوراه في الحاجات دي. عشان ماجستير في الMBA. ده السؤال الجاي بقى يا دكتور، ليه فكرتي في الموضوع ده؟ انا مش هننهي دلوقتي على فكره، في اسئله لسه. اسالي يا دكتور، حابب تسالي عليه. انا والله كان عندي برضو تساؤل كده، يعني ليه يا دكتور فعلا يعني موضوع البودكاست دلوقتي اعتقد بره السنان ناس كتيره في بره الاسنان، ليه فكرتوه تعملوه بقى حاجه في مجال الدنت؟ ايوه هو عموما فكره البودكاست عموما ترندي قوي الفتره دي. الناس بقت، هو في ميزه حلوه جدا ان انت بتقدر تسمع الحاجه وانت بقى سايق، وانت رايح الشغل، وانت قاعد في المواصلات، وانت قبل ما تنام، فبيملى وقت فراغك، وفي نفس الوقت انت قادر تسمع حاجه مفيده بدل ما انت قاعد مشغل اغاني في دماغك او بتعمل اي حاجه يعني بتضيع وقتك. فانت قادر تسمع حاجه ممكن تغير في حياتك. ففي مجال طب الاسنان ده مش منتشر قوي، او مفيش ناس كتير فكرت فيه. فاحنا حسينا ان الناس بتتخرج من طب الاسنان تايهه، عايزين يشوفوا رول موديلز، عايزين يشوفوا بالظبط كده، عايزين حد يقول لهم هو انا ممكن اعمل ايه بيسايد ان انا دكتور سنان. لان انا كل بقى في دكاتره سنان كتير قوي، فانا لازم يبقى في عندي زي سايد هاسل، او حتى لو هكمل في طب السنان انا محتاج يبقى باصص للموضوع باكتر من طريقه. انا دكتور سنان بس بفهم بزنس، انا دكتور سنان بس بفهم لاب، انا دكتور سنان كده. فاحنا فكرنا ان احنا نبدا نجيب الناس المميزه في طب السنان ونخليهم يحكوا قصتهم، ممكن وهم بيتكلموا ينوروا حاجه في دماغ دكتور سنان لسه متخرج تايه، فيغيروا في حياته. من هنا بقى جت فكره دنتال GPS. الدنتال GPS الاسم والبودكاست بالظبط كده، ان ده الGPS بتاعك اللي هيجايد يو ثرو. وفي العربيه فGPS برضه GPS. لا اختيار قوي واسمه ان شاء الله جامد يعني. سؤال اخير بقى يا دكتور، انا عارف ان حضرتك ان شاء الله يعني كلينيشن، بس انت قررتي بعد التخرج بشويه ان انا هوقف ده وهعمل كارير شيفت. ايه بقى الاسكيب بلان بتاعت حضرتك؟ الاسكيب بلان بتاعتي انا طول عمري كنت بحب اكتب. الكتابه بقى دي خلتني ادخل في مجال الكونتنت كرييشن والكلام ده. فبدات بقى اخد كورسز في الماركتنج وفي التسويق والحاجات دي، ولقيت نفسي ان انا حبيت الموضوع ده اكتر من ان انا اشتغل كدكتوره سنان. لما بتدرس مجال معين وبعدين تدخل لمجال تاني يحصل لك زي اوفرلابنج كده، ان انت بتبدا تشوف المجال الاولاني برسبكتيف المجال التاني والعكس. فبدات ان انا يبقى عندي حته مميزه شويه، ان انا قادره اوصل لدكاتره السنان، لان انا جايه من باك جراوند دنتال. فاهم قصدي؟ فبقى عندي الحته بتاعه الماركتنج وحته دكاتره السنان. حلو قوي، بميكس الاثنين مع بعض. بالظبط، بميكس الاثنين مع بعض. كويس. فعشان كده انا دايما بشوف ان الواحد لازم يتعلم اكتر من مجال، ما ينفعش انك تزنق نفسك في مجال واحد، ان انت كل مجال هتتعلمه. زي مثلا انك تبقى مهندس وتروح تدرس طب، فتعمل ماشين في الطب تغير شكل الطب عموما، لان الاوفرلاب اللي بيحصل ما بين المجالات ده بيغير جدا من جدا. بالظبط. كويس، بيرفكت والله، فكره جميله، اشجع الناس كلها تعمل كده.
ده كلام جميل جدا. احنا كده اولموست خلصنا، كانت حلقه لطيفه جدا. نفسي نطول والله. في اي اسئله تانية او اي حاجه حابب تقولها احنا مع بعض. انبسطت جدا بوجودي معاك. مبسوطين جدا ان احنا شفناك دكتور مصطفى. ان شاء الله نشوفك في حلقات تانية تحكي لنا عن قصص تانية. ان شاء الله ان شاء الله دكتور حابب متشكر حضرتك جدا، وانبسطت جدا بوجودي مع دنتال جي بي اس، وان شاء الله تو مور اند مور بروجرس ان شاء الله. ان شاء الله. سي